السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل احلى مخلل، هنعمله زي بتاع المطاعم اللي احنا بنشتريه من بره، وكمان بنشوفه على عربية الفول. طعم بجد تحفة بمكونات بسيطة جدا موجودة في اي بيت. انا عايزاكي بجد تجربي طريقة النهارده في التخليل. لو بتخللي بقى وبيطلع معاكي مش مظبوط، جربي طريقة النهارده. اللهم بارك، طعمه بجد كان تحفة، وكمان ريحته كده كانت جميلة جدا. يا ريت بقى لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا النهارده هخلل معاكم كيلو باذنجان. بس في الاول كده يا جماعه هناخده تحت الحنفيه ونشطفه شطفه كده من التراب، وبعد كده هنحوش الشعب الاخضر منه، مش بالسكينه، احنا هنحوشه بايدينا، علشان لو بالسكينه وتحت الشعب كده وشلتيه هتلاقي بقى في السليق ياخد معاكي ميه، وطول ما رقت كده يخلل هيجيب ميه كتيره، فاحنا عايزين بس سليق ما فيهوش اي ميه خالص. انا كده بقى ما فتحتوش، انا نضفته بس من الشعب وجهزته كده للسليق، وضفت بقى مع السليق يعني انا هحط كده معاه وهو بيتسلق 3 قرون فلفل حار، وكمان نص ليمونه. حطيت بقى حله على النار وفيها ميه، واول ما الميه بدات تسخن نزلت بالفلفل الحامي، ونزلت كمان بنص ليمونه ومعلقه ملح كبيره، وهضيف معلقه بابريكا كبيره. لو انت عندك بنجر هتستغني بقى عن معلقه البابريكا وتضيفي بنجر، بس انا بصراحه ما عنديش بنجر فضفت معلقه بابريكا تدي بس لون. وبعد كده ضفت بقى معلقه كمون كبيره ومعلقه كزبره وكمان عصره ليمونه، وكمان تسيبي كده القشره كده تغلي معاهم. وبعد كده تنزلي بقى بالكميه اول ما الميه تغلي. مش عايزينه بقى يسلق سلق كامل، يعني نص سليق، وبعد كده توقفي سليق خالص تطلعيه من الميه على طول. الميه بتاع السليق بعد ما بتخلصي خالص ما تكبهاش عشان ممكن تحتاجي منها وانت بتخللي. انا سبته على النار يتسلق، قمت جهزت كده الربع كيلو فلفل الاحمر اللي كنت بقطعه معاكم، وفصين الثوم ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه ملح كبيره، وضفت كمان ليمون، وخدته على الخلاط وفرمته وجهزته. انا ما حبيتش اجيب لك بقى صوت الخلاط، رجعت للسليق ولقيت كمان ان هو استلق نص سليق، وقفت بقى عمليه السليق على طول وصفيته بالمصفى وطلعته كده في طبق واسع علشان يتهوى معايا. وجيت بقى كده فتحته بالسكينه علشان احشي الخلطه اللي انا عملتها. ريحه الخلطه اللي احنا بنحشي بيها لوحدها بس هي كده تحفه. الخلطه واخده توم وواخده كمان كمون، واخده فلفل حامي. اهم حاجه النهارده ان الخلطه يكون فيها فلفل حامي. ريحه الكمون مع الخل مع الليمون بجد تحفه. الخلطه دي ممكن تعمليها لسمك او اي حاجه كده هتخلليها، ولو فاضت معاكي هتشيليها في اكياس وتفرزيها، كل ما تحتاجي منها تطلعيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. لازم بقى في وصفة النهاردة الخل والليمون، يعني كتري خل وليمون وتشمي بقى الروايح تاني يوم، ريحته بجد تحفة. انا كده بعد ما خلصت الكمية برصها جنب بعضيها، وفات معايا كده شوية خلطة فحطيتهم في النص، وارص بقى طبقة تانية، وجبت كمان شوية مية من اللي احنا سلقنا منهم. هو كده فيها بهارات وكمان فيها ملح علشان يخلل معانا. وهرص بقى طبقة تانية. بجد ريحته تحفة من اول يوم، وشكله كمان يفتح النفس. بضيف بقى في الاخر كده الليمون والخل، كتري بقى ليمون وخل كتير. وبعد كده ضيفي بقى معلقه زيت علشان يديك الطعم الجميل اللي انت بتاكليه بره. اهم حاجه يا جماعه الخل والليمون والزيت في الاخر. ومكان ما فرمنا في شفشق الخلاط بنجيب ميه بتاع السليق ونحط كده شويه ميه ونحطهم على الوش كده. الله بقى على شكله وطعمه بجد تحفه. اتمنى بجد ان انت تجربيه، واتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناه، واستناني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.